لي راه في الجزائر من الاخر. علاه؟ هكا باسكو عندك الويدان، عندك مازالوا عندك لي بيدونفيل، مازال عندك الشعب ما يعرفش يغسل يديه، ومازال عندك لاجئين يجيوك من مناطق اللي فيها الوباء. كيف الشعب ما يعرفش يغسل يديه دكتور؟ هذه اساءه للشعب. ماهيش اساءه للشعب، كي انت واحد ساكن في بيدونفيل ما عندك حملاوي. هذوك الناس اللي ساكنين في دور القصدير واللي حسستيهم بالحقره طرحوا عليك بعض الاسئله انا نقولها لك. قال لك واش الا هما ما كيعرفوش يغسلوا يديهم واش انت كتعرفي الوضوء، واش كتعرفي توضاي؟ ثانيا قال لك شكون اللي خلاهم ساكنين في دور القصدير في بلاد الغاز والبترول؟ ثالثا قال لك شكون اللي ما وفرش لهم الماء باش ما يغسلوش يديهم من غير النظام ديالك؟ المهم اسمع تبون، خرجتي ذاك النهار وقلتي رؤساء البلديات كيخدموكم وانتم كتهاجموهم وانتخبتوهم وكتهاجموهم في المواقع. واخا ما كاين مشكل، دوتي مع الشعب. اما هاد اللي طالعه دابا في العماريه راك انت راه ما انتخبوهاش، عينتيها بمرسوم رئاسي، هو دبر راسك معاه. وملي تكون معاه في الفيلا المعلومه شوف شنو غتقول ليها ولا شنو غتقول لك، حيت راه هانت الشعب.